والسيد محمود المشهداني يقول اللي منعنا انه نعرض قانون الحشد هي بامريكا ضغطت قالت السلام عليكم، كل القاده بلغوا قانون الحشد ما يدخل البرلمان، لا تسووا لنا قانون جديد وتسووا لنا هيكله جديده، هذا ما نقبل به. ويقول امريكا تدعو بشكل واضح الى دمج الحشد بالمؤسسه. وهل اخونا العزيز دكتور محمود مستسلم يعني الاراده الامريكيه؟ ابدا. يقول حل الحشد، واضح كلامه، حل الحشد بحاجه الى قرار من البرلمان، واكو زلمه يصوت على حل الحشد بالنص. ما ينحل الحشد بس ماكو مقدمات، مثلا رواتب الحشد والمشكله اللي صارت شلون تفسر؟ تنحل. الحشد مؤسسه ثابته وجزء من مؤسسات الدوله العراقيه. واي تحرك باتجاه حل الحشد او تذويبه هو انما عدوان على سياده الدوله. بعد سحب سلاح الفصائل راح يجي دور الحشد، تذويب الحشد. السيناريو هذا ثابت؟ طبعا. وبعد اذا استجبنا لموضوع الحشد راح يجي دور الجيش. الجيش 100%.